السلام خوتي وحبابي، كيف نتوما؟ كيف عاملين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله، بصحه جيده. نهار جديد وفلوق جديد. اليوم غادي نمشيو لواحد المطعم زوين بزاف، كنظن عرفتوا المطعم اللي غنمشيو ديالو من خلال العنوان ديال الفيديو. غادي نمشيو لشاطئ كالايريس اللي هو بعيد على مدينة الحسيمة ب 59 كيلومتر عبر الطريق الساحلي. مهم كما كتشوفوا دابا حنايا وصلنا لواحد السويقة سميتها سوق الحد، مهم الروادي، النواحي ديال الحسيمة. كما كتشوفوا حنايا رانا في هاد السويقة هادي، راها على الطريق، وحنايا دابا رانا شادين الطريق باش نمشيو ان شاء الله للشاطئ كالايريس. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الاجواء كيفاش عامله ان شاء الله. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وكنتمنى اذا عجبكم الفيديو ديالي تخليوا لي شي لايك وشي كومنتير. ومنين غتكونوا شادين الطريق غادي توصلوا لواحد الرومبوان، هو هذا غادي تشوفوا فيه هاد البلاكه هادي، وغادي تمشيو على الجهه ديال اليمين. هذيك هي الطريق ديال البحر، غادي تمشيو نيشان حتى غادي توصلوا للبحر ان شاء الله. كما كتشوف اخوتي ها حنا قريب نوصلوا ان شاء الله، وها هو البحر راه بدا كيبان لينا. الصراحه واحد الرائحه اللي مزيونه بزاف كتطلع من البحر، واحد المناظر كما كتشوفوا اللي هي رائعه وخلابه ما شاء الله. يتميز شاطئ كالايريس بجماليه موقعه الطبيعي كما ترون، وتزينه جزر قريبة إلى الشاطئ، إضافة إلى تواجد ميناء الصيد الذي سوف نراه في هذا الفيديو إن شاء الله. وأيضا سوف نرى بعض المطاعم التي تقدم ما يجود به البحر من أسماك، خاصة السردين. واخيرا ها حنا وصلنا للشاطئ كالايريس. كما كتشوفوا هنايا هذا واحد الاوتيل، ما عرفتش حنايا منين جينا لقيناه مسدود. كنت باغا نصور لكم الداخل كيفاش عامل، ولكن لقيناه مسدود مع الاسف الشديد. وكما كتشوفوا هاد الغابه اللي كتبان من الفوق ما شاء الله، واحد المناظر اللي هي رائعه وخلابه. ومن بعد ما وصلنا غادي نمشيو نحطوا حوايجنا وغادي نجلسوا شويه. صراحه جينا بكري، ما كان هنايا حتى شي واحد، كانوا الناس باقي ما كيجيوش وصافي. من بعد ما حطينا حوايجنا جلسنا شويه، ارتاحينا وتمتعنا بهاد الاجواء اللي كاينه هنايا وهاد المناظر الرائعه. ومن بعد جيت الحانوت ناخد شي حاجه ناكلها. كما كتشوفوا خديت هاد البسكوي هادي، خديت جوج، وحده في الاحمر وواحده في الازرق. ومن بعد غنمشيو ان شاء الله لميناء الصيد اللي كاين في هاد الشاطئ هذا، وغادي نشوفوا المطاعم اللي كاينين هنايا. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow
كما كتشوفوا اخوتي هنايا كاين 3 ديال المطاعم. اول مطعم هو هذا اللي انا فيه دابا، وثاني مطعم هو هذا اللي حدانا، وثالث مطعم كاين فوق هذا المطعم اللي حنايا فيه دابا. وحنايا دابا رانا داخلين جمينة الصيد اللي كاين في هذا الشاطئ هذا باش نشوفوا كيفاش عامل من الداخل ونشوفوا الاجواء كيفاش عامله. وحنايا دابا رجعنا للبحر، غادي نتمشاو شويه وغادي نصور لكم الاجواء كيفاش عامله. فهاد الموطع هذا خوتي كاينين هنايا المدافين بزاف بالمقارنه مع البلايص اخرين. هنايا المدافي بزاف تبارك الله، وصراحه انا جيت نعوم هنايا حيتاش المكان دافي بزاف مع البلايص اخرين. وكاينين هنا الاسماك قرابين بزاف تقدروا تشوفوهم. كما كتشوفوا اخوتي في هذا البحر هذا كاينين لي ريستورون اللي تقدروا تاكلوا هنايا، كيعملوا الحوت وعندهم حتى الطواجن. المهم انا خديت غير الفريت حيت ديجا جبت معايا الخبز وجبت اتون، وقلت نزيد عليهم هاد البطاطا هذه 10 دراهم. المهم خديت انا 10 دراهم. صراحه جا بنين، اي ماكله كتجيبوها تاكلوها على البحر كتجي بنينه كما كانت.
وكاينين هنايا هاد البيداليت هادو الا بغيتو تركبوا فيهم من 50 درهم الفوق على حسب نتوما شنو باغيين. كما كتشوف اخوتي في هذا الموطع هذا كاينين بزاف ديال الاسماك تبارك الله وتقدروا تشوفوهم. سبحان الله العظيم هذا الموطع هذا فيه الماء سخونين بزاف اكثر من لي موطع اخرين. صراحه انا جيت نعوم هنايا حيت الماء كانوا سخونين بزاف تبارك الله. وكما كتشوفوا الاجواء مزيونه ما تسخاش انك تمشي من هذا الموطع هذا. وكنتمنى تجيو له ان شاء الله الا ما عمركم جيتوا ليه. ومرحبا بكم كاملين. ومن بعد ما عملنا شويه في البحر ودوزنا واحد الوقيته مزيونه مع الاصدقاء. حنايا دابا لقيتونا غادي نرجعوا بحالتنا لمدينه الحسيمه ان شاء الله. وحنا دابا شادين الطريق الله يوصلنا على خير ان شاء الله يا رب العالمين. وكنتمنى يكون عجبكم لا فيديو ديالي. واذا عجبكم لا فيديو ديالي كنتمنى تخليوا لي شي لايك وشي كومنتير. واذا وصلتوا لاخر ديال الفيديو ما تنساوش كما قلت لكم تخليوا لي شي لايك وشي كومنتير. واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نهاركم مبروك احبابي خليتكم على خير بسلامه.